شباب أولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف ماث تيتشر. هنبتدي دلوقتي احنا نحل مع بعض التقييم بتاع الأسبوع الأولاني بتاع الوزارة. هنبدأ طبعا الأسئلة طبعا ايه، في أسئلة كانت صعبة يعني شوية وفي أسئلة كانت معقولة. أهم حاجة عايزين بس قبل ما نبدأ اهوت في أول جزء معنا هو في الألجبرا، إن احنا نكون عارفين فور رولز وهي أصلا مبنية كلها عليها الألجبرا. ايه هما كانوا الفور رولز دول؟ إن أنا سيادتك عارف إن الأي هي بإيكوال اي، وإن الاي باور 2 بإيكوال النيجاتيف 1، واي باور 3 بإيكوال نيجاتيف اي، والاي باور 4 بإيكوال البوزيتيف 1. هم دولت الفور رولز اللي هو أنا عايزك تكون عارفهم. طيب حلو جدا. هعمل ايه طيب بقى بيهم دلوقتي؟ بص بقى معايا. المفروض ان انت الكلام ده انت كنت واخده يعني، بس ما علينا. هحله ازاي؟ بص بقى كده واحده واحده. ديت يا مستر اي باور 101. الاي باور 101 دي انا ما خدتهاش، انا اخري ايه؟ اي باور 4. طب دي هعملها ازاي؟ هتيجي تقوم جايبها اهو الكالكوليتر اهو زي ما انا كده وتقوم جايبها اهو. شفت بس انا ملتزم ازاي؟ وهقوم عامل ايه؟ هشوف ال 101 دي هل هي divisible by 4 or not. هعمل 101 divisible by 4 هتطلع لي بفراكشن، فهعمل ماينس 1. اول لما تلاقي نفسك هعمل ماينس 1 تقوم حاطط اي، وهعمل اهوت ماينس 1 لل 101 هتبقى 100 بس. لما اعمل اهوت 100 divisible by 4 يس هتطلع لي بايكوال 25. يبقى طالما هي تعمل حاجه لازم تطلع لي باود نمبر، ما ينفعش خالص تطلع لي بديسيمال. طالما طلعت باود نمبر انا عملت ماينس كام مره؟ مره واحده، يبقى المفروض احط 1 وخلاص مش بيتحط طبعا، لان اي حاجه باور بتاعها ب 1 بيديني ايه؟ بيديني نفسها. طيب ده كده كان بالنسبه لاول سؤال. شوف سهله الموضوع سهل. في الاول ايه؟ بنسحب بس كده رجليه. طب ديت اي باور نيجاتيف 32. نيجاتيف 32 هفكر فيها ازاي؟ مبدئيا كده ديت بالنيجاتيف وانا ما بعرفش خالص اشتغل بالايه؟ بالنيجاتيف. فحاول انا اخليها تبقى بالبوزيتيف. ازاي بتخليها تبقى 1 اوفر الاي باور البوزيتيف 32 ايكو. ادي اهوت ال 1 الاي باور 32 تشوف هل هي ديفيزبل باي 4 اور نوت. طبعا 32 اوفر 4 تديني 8، يعني ديفيزبل باي 4 الناس مش حافظه التايم تيبل هتديني 8. يبقى خلاص يبقى ديت كده هي ديفيزبل باي 4. يبقى ديت المفروض تطلع لك بايه؟ ب 1. طب ما هو 1 اوفر ال 1 بيكوال 1. لا تاني ديت اي باور نيجاتيف 32. طالما هي فيها نيجاتيف يبقى انا احطها في الدينومينيتور عشان تبقى بالبوزيتيف. اوكي بعدها شوف يا ترى 32 هل هي ديفيزبل باي 4 اور نوت؟ يس ديفيزبل باي 4. طب طالما هي ديفيزبل باي 4 تديني كام؟ تديني 1. طب طالما 1 اوفر 1 تديك ايه؟ تديك 1. اعمل حتى الكالكوليتر. تمام جدا. طيب ديت اي باور 4 ان بلس 17. للناس بس اللي مش فاكراها دي كانت عباره عن الاي، احنا عارفين طبعا في حاله التايمز بعمل بلس للباور، يعني دي عباره عن اي باور 4 ان تايمز الاي باور 17. مش فاهم؟ مش هم تقسيم هم للبيز؟ ايوه يبقى بعمل البلس للباور. الكلام هو بتاع بريب 3. يس يبقى دلوقتي ال 4 ان دي احنا اتفقنا واخدنا طبعا البروف طبعا اياها كتير، تطلع لك بكام؟ تطلع لك ب 1. طب ديت اي باور 17 هل انا ديت حاجه من اللي انا عارفهم؟ لا مش موجود. طب اعمل ايه؟ اشوف ال 17 دي هي ديفيسيبل باي 4 اور نوت. هتيجي تعملها تطلع نوت، فهبتدي ان انا حاطط على طول تايمز اهوت واعمل الاي. طيب ال 17 مش ديفيسيبل باي 4 هعملها ماينس 1 تبقى 16. هل 16 ديفيسيبل باي 4؟ يس تطلع لك ب 4. يبقى خلاص يبقى هي اي باور ال 1. طب ما هو 1 تايمز الاي يديك ايه؟ يدينك الاي. خلاص كده تمام جدا. طب الاي باور 2002 اعمل ايه؟ شاطر هنعملها فعلا ديفيسيبل باي 4 اهي 2000 ديفيسيبل باي 4 طلعت لك بفراكشن. ما نفعتش عشان خاطر الناس اللي بتلاقي على طول ايفنت تقوم قايله خلاص لا ما نفعتش، اقوم حاطط على طول اهوت الاي وابتدي ان انا اعمل ماينس 1 هتبقى ايه؟ 2001. هل هي divisible by 4؟ برضه لا. يبقى هعمل ماينس 1 تاني. يبقى انا كوت ديت المره الثانيه هتبقى ايه؟ هتبقى 2002. سوري هتبقى 2000 بس. يا جدع ركز معايا. 2000 بس. هل 2000 divisible by 4؟ يس طلعت لك ب 500. انا عمال اشتغل معاك على الكالكوليتر. تطلع ب 500. طالما طلع ب 500 اوعى حد يعملها باي باور 500. لا انت عملت ماينس كام مره؟ مش عارف يا مستر ايه، بس انا وصلت لحد 2000. حلو. اعمل بقى 2002 دي ماينس ال 2000 هتطلع لك ب 2. يبقى انت عملت ماينس كام مره؟ توايس. يبقى دي بقت اي باور 2. الاي باور 2 دي الباور بتاعها كده لسه برضه مش ب 1.
اشوف حاجه من اللي انا عارفهم ولا لا. الاي باور 2 موجوده اهي بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى السوليوشن بتاعك الاي باور 2002 ايكوال نيجاتيف 1. تمام كده. ده كده كان اول جزء بالنسبه للاسئله بتاعت التقييم بتاع الوزاره. طب تعالى كده نكمل. بص بقى، اكتر سؤال تافه وفي نفس الوقت بنغلط فيه. ليه طيب؟ بص بقول لك ايه، بقول لك فايند ان الار، حط تحتها مليون خط. الار ديت مقصود بيها مين؟ الريال نمبرز. الله ينور عليك، انت عارف اهو. ماشي، عايز يعرف بقى السوليوشن سيت بتاع الايكويشن دي. بص انا بعرف اعمل عادي فاكتورايزيشن، بستعمل كالكوليتور، بدوس مود 5 3 او مود 3 3 على حسب طبعا نوع الكالكوليتور بتاعي. اقول لك تمام، شاطر جدا. طب دي مثلا انا عارفها يا مستر وسهله، اقول لك طب اشتغلها كده. تقوم قايل لي انا هودي اهوت ال 9 في الرايت، تبقى الاكس باور 2 بيكوال نيجاتيف 9، ومنها ان الاكس بس تبقى عباره عن، ايوه تقول لي اهوت، ما انا عارف اهوت بوزيتيف اور نيجاتيف، عشان خاطر هودي سكوير روت فلازم احط اهوت بوزيتيف اور نيجاتيف. سكوير روت للنيجاتيف 9 اللي هي هتطلع لك بوزيتيف اور نيجاتيف ال 3 اي، لان احنا اتفقنا لو في اي نيجاتيف جوه الروت هقوم جاي طارده بره الروت يبقى باي، ويبقى روت ال 9 على الكالكوليتر يطلع لك ب 3. اقول لك كلامك مظبوط. اللي هيجي بقى يقوم عامل لي ايه؟ يجي عامل لي كده سوليوشن سيت بايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف ال 3 اي. شايف الكلام ده كده؟ غلط اهو. تيجي بقى طب عامل ازاي؟ ليه؟ ما انا واخد اهوت الكومبلكس نمبر وعرفت اهوت ان هو بقى ليها سوليوشن سيت. ايوه انت عرفت ان ليها سوليوشن سيت، بس هو قال لك انا عايز السوليوشن سيت في مين؟ في الار، في الريال نمبرز. طب هي الريال نمبرز فيها مش النمبر؟ لا. فيها كومبلكس نمبر؟ لا. يبقى اوريدي نوت كده السوليوشن سيت يبقى بايه؟ بفاي. تاني، يبقى السوليوشن سيت هنا ليه هيكون بفاي؟ لان هو قال لي هنا انا عايز السوليوشن سيت بتاعك في مين؟ في الريال نمبرز مش في الكومبلكس نمبرز. هتوضح اكتر في السؤال اللي جاي، ده. find in السي وعليها شرطه دي مسؤول بيها كلمه complex number. The solution set for x bar 2 plus 36 equal 0. طيب السؤال دوت اقدر اشتغله على الكالكوليتر واقدر اشتغله على البورد عادي. هشتغلك طبعا على البورد طبعا عادي. انت عارف طبعا بتوع الماس طبعا ايه، لازم نبدا لك بالصعب. تعال قلت لها هودي اهوت ال 36 في الرايت، يبقى 4x باور 2 بيكوال نيجاتيف ال 36. بعدها تعمل ديفيزور باي ال 4، يبقى الاكس باور 2 بيكوال نيجاتيف ال 36 ديفيزور باي ال 4. تطلع لك بكام بقى؟ فكر كده ساعدني. تطلع لك ب نيجاتيف 9. يبقى الاكس برضه بيكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت للنيجاتيف 9. طالما في نيجاتيف اهو يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف هطلع الاي، وهتبقى روت البوزيتيف 9 تبقى ب 3، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 3 اي. مستر ده طلعت يعتبر زي اللي فات. بس هنا انا قلت لك عايز السوليوشن سيت تبقى في مين؟ في الكومبلكس. يبقى تيجي تقوم قايل لي اهوت السوليوشن سيت بايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3 اي. ليه؟ لان انا قلت لك عايز السوليوشن سيت بتاعك في مين؟ في الكومبلكس نمبر، فاوريدي خلاص كده. يبقى انا كويت هي بالفعل طلع فيها الاي، يبقى هي معايا. طيب كمل. example ده find برضو any complex number the solution set 1 over 4x power 2 plus 64 equals 0. يلا اشتغلها اهوت معايا. وقف الفيديو عادي وممكن ايه تحل انت وبعدها تشوف السوليوشن بتاعك. ادي 1 over 4x power 2 equal نيجاتيف 64. يبقى كده الاكس بس باور 2 بيكوال دي 1 اوفر ال 4. تروح هناك تبقى بالديفايد 1 اوفر ال 4، يعني تعمل اهوت على الكالكوليتر اهو، تعمل اهوت معاك نيجاتيف 64 ديفيزبل باي ال 1 اوفر ال 4، تطلع لك ب نيجاتيف 256. تمام جدا. تطلع لك بنيجاتيف 256. طب النيجاتيف 256 هتجيب لها بعدها ايه؟ يقول لها مستر سكوير روت. طبعا هحط بوزيتيف اور نيجاتيف لان دوت ايفن، يبقى اهوت نيجاتيف 256. مستر انت قلت لي اول لما الاقي اهوت في نيجاتيف ايون جوه الروت لازم اقوم ايه؟ اقوم شايله وأقوم حاطط من بره اي اهي. الله ينور عليك، حطيت من بره اي. بعدها اعمل بقى سكوير روت على الكالكوليتور 256. انا عملتها اهوت سبقتك. هتطلع لي بكام؟ ب 16. يبقى تطلع لك بوزيتيف اور نيجاتيف 16 الاي. مستر هو عايز السوليوشن سيت بقى في مين؟ في الكومبلكس. يبقى خلاص، يبقى كده السوليوشن سيت تبقى ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف ال 16 اي، واقوم قافل البراكتس.
تمام كده لحد هنا. طب يا مستر انا كنت معدي كده بريب 3 كده اهوت يا دوبك بالعافيه، مش فاكر ازاي كنت بقدر اعمل الاوبريشن تودي لي نيجاتيف وبوزيتيف والدنيا كلها دخلت في بعض. اقول لك خلاص تعالى كده، هتجيب الكالكوليتور بتاعتك وهتقوم جاي تقوم دايس، لو ديت اف اكس 991 اوكي، هتقوم دايس مود. طبعا لو التانيين اي اف اكس تانية هتدوس مود 3 3 خلاص كده. اهم حاجه انا هدوس اهوت مود، بعدها اشوف فين كلمه ايكويشن، انا عندي اهيت نمبر 5، بعدها اقوم مختار نمبر 3. بص بقى ديت بس خلينا نقعد في اول سؤال ده، ديت اكس باور 2 المفروض ارتبهم، المفروض اللي بعد اكس باور 2 انا بقول لك اهو المفروض يبقى اكس باور 1 بعدها كونستانت نمبر، كانك بتعمل لهم ترتيب ديسين من الكريتست للسموث من حيث الباور. اوكي ديت اهيت اكس باور 2، مفيش اكس يبقى احط مكانها بزيرو اوكي مش ب1، وبعدها كونستانت يبقى ب 36. طيب كمل كده اهو، ادوس اهوت ادي 4 ادي ايكوال، بعدها مستر اكس باور 1 واكس باور 1 مش موجوده يبقى احط مكانها 0 لان هي مش موجوده، حاجه مش موجوده احط مكانها 0. بعدها دايس ايكوال الكونستانت نمبر اللي هو ب 36، دوس ايكوال ايكوال تاني تطلع لك ب 3 اي وبنيجاتيف 3 اي اللي هو بص بنيجاتيف 3 اي اللي هو انا اشتغلته. طب انت شاطر كده ايوه. طب كمل تاني قول لي تاني. طب خد دي يا مستر كوت، انا حاسس ان انت مش عارف تعمل اهو، اعمل برضه ادي 1 اوفر 4 ايكوال برضه دي اكس باور 2 المفروض بعد اكس باور 2 اكس باور 1 مش موجوده يبقى احط مكانها 0. سمك عمال تقول لي 1 0 ايكوال بعدها كونستانت نمبر 64 او حاطط 64 قوم دايس ايكوال ايكوال تاني يطلع لك ببوزيتيف 16 اي، دوس ايكوال تاني يطلع لك بنيجاتيف 16 اي اللي هو السوليوشن بتاعك اللي هو انا جبته. شفت كده ده كده كان اول جزء في التقييم. تعالى كده طب نكمل يلا بقيه الحل. هنكمل بقى دلوقتي كلامنا في الاسئله. بيقول لك هو طيب which of the following angles is in standard position and explain your answer. طيب هو النوت بيسالك من الاخر كده على الستاندرد بوزيشن. طيب ايه هو طب سريعا كده ايه هو الستاندرد بوزيشن ده؟ كان لازم يكون عندك فيه تو كونديشن يكونوا متحققين عشان نقدر نقول ان دوت هيكون ستاندرد بوزيشن. طيب ايه هو بقى؟ اول حاجه ان انت لازم يكون الانيشيال بتاعك اللي هو بدايه طبعا اللي هو الري الاولاني يعني لازم يكون في البوزيتيف اكس اكسس، يعني لازم يكون في الحته دي كده، الحته دي اوكي. طيب الحاجه الثانيه ان يكون بقى مش الانيشيال بقى التاني كان اسمه ايه؟ التيرمينال يس دوت لازم يكون بقى في طالع الفيرتكس بتاعته من الاوريجن بوينت. خلاص كده يبقى انا دلوقتي لازم يكون منين؟ من السنتر بتاعي، ولازم يكونوا هما الاثنين من الاوريجن بوينت، وفي نفس الوقت لازم يكون بتاع الاكس اللي هو الانيشال بتاعي لازم يكون على الاكس ايه؟ بوزيتيف. طب تعالى كده اول واحد اهو ماشي، هل هنا هو في الاكس بوزيتيف؟ يس. طب هل هو الفيرتكس بتاعي التيرمينال هل هو طالع من الاوريجن بوينت؟ لا، يبقى دوت كده مش معايا. حلو جدا ليه؟ لان الكونديشن بتاع التيرمينال كان لازم يكون طالع الفيرتكس بتاعته من الاوريجن بوينت. عرفت ليه؟ طيب خش على اللي بعده دوت اهوت بادئ اهوت يا مستر بادئ من الاكس بوزيتيف، اقول لك تمام جدا كده الكونديشن الاولاني موجود معايا. طب تعالى كده نشوف السكند كونديشن. قال لك ان مين التيرمينال يس التيرمينال اهو يا مستر طالع الفيرتكس بتاعته طالع من الاوريجن بوينت. مستر بس الانجل يا عم انت مالك، ما انت معاك انجل عادي ب 30 وعندك انجل بعد كده ب 120 وانجل ب 27 عادي، المهم عادي طالما شغاله في كوادرانت وحققت لي التو كونديشن. وانا بقول لك هي بكام؟ يبقى دي كده اهو يس دي كده اهو هي معايا ستاندرد بوزيشن. كم؟ خش على ده. حلو قوي السؤال ده. دي هستناك انت بقى في الكومنتس تكتب لي انت السوليوشن بتاعها، هل هي يا ترى ديت ستاندرد بوزيشن اور نوت؟ ولو هي ستاندرد بوزيشن قول لي واي، ولو هي برضه نوت برضه ستاندرد برضه بوزيشن قول لي واي. هحل انا دي. طب ديت برضه هي مستر اكس بوزيتيف وهي ديت الانيشال بتاعتي يس، والتيرمينال بتاعي بادئ من الاوريجن بوينت يس ورايح اهوت للتيرمينال، يبقى ديت برضه كده معايا صح لان التو كونديشنز اتحققوا. اوكي. طب الجزء اللي بعده بص بقى في دي كده هو كان عايز منك هقول لك بس عشان ايه كسرت الصراحه اكتب. بيقول لك النقط ايه which of the following directed angles
هتلاقيني برضه هكون كاتبها لك وهتقوم ظاهر لك دلوقتي على الشاشه. which of the following directed angles is in its standard position explain your answer. يعني ايه؟ يعني بيقول لك من الاخر كده عاوز يعرف الدايركتد انجلز، بيقول لك هل دي دايركتد انجلز، ولو هي دايركتد انجلز اكتب ان هو طيب الانجل بقى المفروض تتكتب بأنهي شكل او انهي فورم. اوكي طيب عشان خاطر برضه تقدر تكتب الدايركتد انجل لازم يكون في عندك ليترز كده يكون حصل له زي ريبيتيشن. مش فاهم حاجه ولا تعالى هو نفهم كده سوا. يعني مثلا دوت او اي واو بي، تعالى نحددهم كده. ادي او اي واو بي بادئين هما من مين؟ من الاو. وانا بدات باول واحد كتبته هو مين؟ الاي. الاو اي صح؟ هتبدا بالاي يبقى ديت عباره عن الانجل كده اي او بي. يبقى تاني ازاي هتقدر تعملها تاني؟ هتيجي نقطة تاني دايركتد انجل، هتيجي تقوم باصص على الاوردر ديبير. يس شوف الانجل ازاي بقى. هنا او اي ودوت او بي، مين الليترز اللي حصل له ريبيتيشن؟ الاو تقوم حاطه هنا وبعدها الاي تتكتب في الفيرست والبي طبعا تتكتب في السكند. طب ليه انا عملت كده؟ لان الاو اي واو بي دوت يعتبروا زي اوردر ديبير كانه زي 2 و 3. هل ينفع تخليها 3 و 2؟ لا، يعني 2 و 3 هتبقى مثلا هنا و3 و2 هتبقى هنا، يبقى اكيد الوقت البوزيشن بتاعها هيكون مختلف. فهمت؟ طيب تعالى كده نشوف. طب ثانية الأول كمان، هل الأو اي والأو بي هل هي ستاندرد بوزيشن اور نوت؟ ده شوف أنا بقى أسألك أهو، هل هي ستاندرد بوزيشن ولا لأ؟ طبعا إيه؟ اللي حافظ مش هيكون فاهم حاجة، اللي فاهم بقى دلوقتي يجي قايل لي بص أنت قلت لي لازم تكون في الإكس بوزيتيف ولازم تكون هي الإنيشيال. يس. طب هي لأ مش هي الإنيشيال، أنا بادئ من هنا من الأو اي وهي ماشية كده. يبقى أنت كده فاهم، يبقى دي مستر مش ستاندرد بوزيشن. يس. طب تعالى كده نجيب تاني الدايركتد انجل بتاع اللي تحت. او اف واو سي. او اف واو سي حلو جدا. تعالى نعمل، هتتكتب بقى ازاي؟ الانجل اهي يا مستر، الانجل زي ما انت لسه قايل لي من شويه، وقلت لي الاو هتتحط اهي في الميدل، ونوت الفيرست ليتر هو الاف والسكند ليتر هو السي، يبقى بقت اف او سي. قرينا. طب كمل اللي بعدها. او بي واو اف، انا ممكن اهوت اعملها اهوت من غير اهوت حتى ما ابص حتى فوق على الجراف. ادي اهيت الاو اهيت في الميدل زي ما انت لسه قايل لي، البي اهيت في الفيرست، اهيت الاف في السكند. بي او اف، ادي بي او اف، ادي اهيت الاو بي واهيت الاو اف. طب تعالى كده تقول لي بقى الاو اف والاو سي هل هي دايركتد سوري ستاندرد بوزيشن اور نوت؟ زي ما احنا لسه كنا عاملين. تعالى كده نشوف او اف واو سي ستاندرد بوزيشن. لا لا ليه؟ لان انا الانيشال بتاعي مش موجود نوت على الاكس بوزيتيف. يس. طيب او بي واو اف، او بي او اف هل ديت ستاندرد بوزيشن؟ اه الوحيده لحد دلوقتي بالنسبه اللي احنا قلناهم دول هي الوحيده اللي فيهم ستاندرد بوزيشن. تعالى نكمل. دي جي ودي اي، مش دي جي، ها مش دي جي عمرو حاح، لا دوت حاجه تانية. الدي جي هنا هو بقى هو الستاندرد بوزيشن هنا، ادي هي الدي جي، دي جي والدي اي. اوكي هنا اهوت انت قلت لي يا مستر اللي حصل له ريبيتيشن يتحط اهوت في الميدل، مالكش دعوه اهوت ادي هي الدي، الجي في في الستارت، والاي هي الاند بتاعتي. طب كمل كده اللي بعدها، هي او بي واو اي، هي الاو برضه هي في الميدل، البي في الفيرست والاي في الثيرد. اخر واحده الاو برضه هي في الميدل، الاي هي اللي في الفيرست والاف هي اللي فين؟ هي اللي في الثيرد. طيب تعال نشوف اول واحده دي جي والدي اي، هلاقي ستاندرد بوزيشن نوت. اوكي او بي واو اي، او فين البي اهي، واو اي هل ديت ستاندرد بوزيشن؟ يس. واي او بي اهي يا مستر هي الانيشال بتاعتي وهي موجوده في الاكس بوست، فاقول لك كلامك 100 100 مظبوط. قلت له راح للاو اي والاو اي بادئه اهي من الاوريجن بوينت، كلامك مظبوط جدا. خلاص يبقى دي كانت معايا، يبقى هي الثانيه دي كمان معايا. او اي واو اف، او اي واو اف اهي، او اي واو اف الحته دي يعني ماشيه كده. طب هل دي كده ستاندرد بوزيشن؟ لا. ليه؟ لان الاو اي المفروض لازم تكون على الاكس بوزيتيف. بقى دلوقتي لاخر جزء معانا، هو طبعا لسه في كام سؤال تانيين هيكونوا متبقيين بس ايه يعني تكرار، فانت عادي تبقى تحاول بقى فيهم، لكن اهم حاجه افهم اللي انا هقوله دلوقتي. طيب
تكمله بس للجزء اللي فات ده، ان هو بيقول لك رايت ذا فروينج الانجلز يوزنج الاوردرد بير. لما انا اكون بقى مديلك الانجل، ازاي انت تقدر تعملها لي في اوردرد بير؟ طبعا الموضوع هيبقى سهل اهوت دلوقتي، لان انا اهوت خلاص بقيت فاهم. انت قلت لي دلوقتي هاخد، كنت بتحط لي الاو هي اللي في الميدل لان هي حصل لها هوت ريبيتيشن، تبقى هي اللي في الاول. ومين اللي كتب هنا هوت الاول؟ الاكس، يبقى هي الاكس. ومين اللي كتب في السكند؟ هو الزد. وتقوم حاطط لي اهوت شكل مين؟ الايه؟ الفيكتور. بس كده. طب خش على بعدها، ديت انجل دي بي سي، كانك بتاخد ايه؟ السكند مع الفيرست وبعدها السكند مع الثيرد، زي كده اهي. بي دي بي سي اهي، بي دي بي سي، وحط الفيكتور. خلص اهو، عملتها وات في اوردر ده بيه. الموضوع صدقني لطيف يعني. طيب السيميلاريتي، ايه السيميلاريتي ده برضو على وانت ناسي؟ السيميلاريتي ده يعني الحاجه دي مثلا بيبر يعني معاك كده، شكل مثلا بتاعها اي بوليجون، ولكن مثلا سكوير. فمثلا معاك مثلا سكوير مثلا شكل بتاعه مثلا صغير شويه، ومعاك سكوير تاني جريتست، بس الانجل مالها بتبقى كونست. امال مين اللي بيتغير؟ اللينث. مش فاهم. دلوقتي معاك اهوت البين ده، بلاش البين ده، خليها هي على البورد. لما اكون راسم لك لاين بالشكل ده، قلت لك ان هو مثلا ب 5 سنتيمتر، وعملت لك لاين كده تاني او راي بقى عشان تكمل لي انجل، وقلت لك ان الانجل اللي ما بينهم دي ب 30 ديجري، بس ده ب 5 ودوت مثلا ب 7. عندك مشكله؟ لا. ايه رايك لو انا عملت دلوقتي كده، عملت اهوت اللينس ده طولته شويه، واللينس ده طولته كمان شويه، هل الانجل حصل لها اي حاجه؟ لا يا مستر، هي دي فضلت زي ما هي 30. يبقى خلاص، يبقى هو ده كده السيميلار، ان انت هتلاقي مين اللي عمال يتغير؟ اللينس. ونقط اللينس هتلاقي الريشيو بتاعه هو اللي هيكون ايكوال. يعني ايه الريشيو؟ تعالى بقى، هو هنا هو يعتبر في اول سؤال كان جاي بيسالك عن طريق اصلا يكون تو كونديشن، اللي هو اصلا لازم يكون بتحقق عشان تقدر تقول اذا كان دوت سيميلاريتي ولا لا. طيب ايه هو؟ طب كان التو كونديشن، كان معانا كونديشن بالنسبه للانجلز، ومعانا الكونديشن التاني كان بالنسبه لمين؟ لللينث. اوكي، قول لي طب الفيرست طب كونديشن بالنسبه للانجلز، اكيد لازم يكونوا كونجرانت. مش فاهم. يعني دلوقتي عندك انجل A B C D، هو قال لك ان هو سيميلاريتي، دوت السيمبل بتاع السيميلاريتي ال زد او ان. قال لك لازم ان هم يكونوا مالهم؟ لازم يكونوا ايكوال. طب الاي مين اللي قصادها؟ ال، يبقى لازم هو تعمل لي بقى كده الميجر اوف انجل A equal measure of angle مين اللي قصادها؟ ال L. حلو، ادي اول واحده. والميجر اوف انجل البي equal الميجر اوف انجل مين اللي قصاد بقى البي؟ الزد، يبقى equal measure of angle الزد. طيب والميجر اوف انجل السي equal الميجر اوف انجل مين اللي قصاد السي؟ الاو. اخر واحده معانا وهي الميجر اوف انجل الدي equal الميجر اوف انجل مين اللي قصادها؟ الان. خلص. دولت كام انجل؟ 4، لازم يكونوا ايكوال الفور انجلز كانوا موجودين في البرنامج التاني. حلو يا مستر، الموضوع سهل. طب بالنسبه مثلا للتاني، انت قلت لي بالنسبه لللينس، ايه ماله اللينس؟ لازم يكون الريشيو بتاعهم ايكوال. مش فاهم. مش انا لسه دلوقتي قلت لك ان انت هتلاقي ان اللينس بتاعهم هيكون مختلف. اه يا مستر، قلت لهم واحد دلوقتي كان ب 4، ممكن يكون التاني مثلا ب 8. طب انت لو عملت 4 اوفر 8 يديك كام؟ يديني هاف. اعملها على الكالكوليتور يا جدع، مش لازم تشغل دماغ، تطلع بهاف. طب لو عملت 7 اوفر 14 تطلع برضه بهاف. لو عملت 6 اوفر 12 برضه بهاف. لو عملت 5 اوفر 10 برضه بهاف. ايه يا مستر، ما هم كلهم هم بهاف. ايوه، لازم تلاقي الريش بتاعهم كلهم ايكوال. طيب حلو، خلاص. يعني اللينس اوت يا مستر لو كان مختلف عادي بس هيطلعوا ايكوال. اه. طب اعملها ازاي؟ بتاخد اول تو لينس، اخدت انا مين دلوقتي؟ اي بي اوفر الاي قصادها ال، والبي قصادها زد، يبقى اسمه ال زد، يبقى اي بي اوفر ال زد ايكوال. خد بقى اللي بعدها، بي سي اوفر زد او، سامعك الله ينور عليك شاطر، ايكوال سي دي اوفر او ان. اوعى تقف لحد هنا، خد بقى الفيرست مع الاخير ده، ونقف برضو كذلك، يبقى اي دي اوفر ال ان. كده ده كده السكند كونديشن. اول لما الاقيهم هما التو كونديشنز تحاول، يبقى هو على طول البوليجون ده هيكون سيميلاريتي للبوليجون التاني. طب اكزامبل بقى اداهولك بقى، اداك هو بيسالك ده، تخيل ده كده اصلا الامتحان يعني. ماشي، الاي بي سي دي سيميلاريتي الاكس واي زد ان. انا اول لما اجي اقول لك ان هم سيميلاريتي، انا بستنتج على طول ان هم تو كونديشن هيكونوا متحققين. بس شوف النقطه، هو عايز منك ايه؟ يعتبر عايز مني قال لي فاين ذا فاليو اوف الكي
عايز مني فاريبل، تمام، والفاريبل ده طب بيعبر عن اللينس، يبقى انا هستعمل انهي كونديشن فيهم بالعقل كده؟ هستعمل اكيد بتاع الساينس اللي هو الريشيو. طب يا مستر هتكتب مين فيهم الاول؟ شوف بقى انت عايز تعمل ده بالنسبه لده ولا العكس؟ مش فاهم. يعني انت دلوقتي لو قلت اي بي اوفر اكس واي، ما ينفعش في اللي بعدها تكتب واخد لي واي زد اوفر البي سي، غلط. لازم تبدا هنا، لازم يكون الفراكشن، لازم يكون النيميريتور كله هو عباره عن البوليجون الاولاني زي كده اهو، ادي ايكوال 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 الاي بي اوفر اكس واي اللي قصادها. بص بقى انا قلت ايه؟ اي بي اللي فوق لازم تفضل بقى شغال برضو في نفس البرج، يبقى بي سي، وادي هو السي دي وبعدها الاي دي. خلصت الدينومينيتور اكس واي، واي زد، زد ان، اكس ان الفيرست مع الاخير خالص اللي هو الفورس. اوكي. الاي بي معاك بكام؟ باكس، بكي ماينس 1، والاكس واي اكس واي ب 5 ايكوال البي سي معاك ب 6، الواي زد معاك ب 15. طالما لقيت اهوت في واحد منهم خلاص انا كده مش محتاج على فكره الباقي. يعني انت هتلاقي السي دي مش موجوده ولا الزد ان ولا الاي دي ولا الاكس ان. طب يا مستر هعمل ايه؟ خلاص كده وقف. مش هو دوت المفروض الريشيو يكون ايكوال الريشيو ده؟ ايوه. اشتغل يلا ببروبوشن زي بتاع بريبوا 3 بتاع الترم اللي فات. هتعمل ايه؟ تيجي تقوم عامل اهوت كروس مالتيبليكيشن، يبقى 5 باي 6 ب 30 ايكوال ال 15 تايمز الكي ماينس ال 1، سوري ديت كي ماينس ال 1، وادي ال 15 هناك تبقى ديفايد، ما هي تايمز البراكت، بقت الكي ماينس ال 1 بيكوال 30 اوفر ال 15 تطلع لك ب 2، بقت كي ماينس 1 ايكوال 2، يبقى الكي ايكوال 3. خلص. ادي اهوت كان اول تقييم بالنسبه لبتاع الاسبوع الاول لشباب اولى ثانوي. يا ريت ان انت تهتم وحاول انت تحل تاني الاسئله دي، يعني نشغل الفيديو تاني وحاول انت تحلها من غير ما تبص على الانسر. اوكي. طبعا اتمنى انت تكون طبعا استفدت من الفيديو. الاسئله يعني معقوله شويه، وطبعا انتظر مني هنزل لك بقيه طبعا الفيديوهات بتاعت كل تقييم. في النهايه احب اقول لك كان معاك مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماس. سلام.